التوم طول السنة من غير ما يسود ولا يزهقك؟ تعال بقى نرتبها صح كده على مزاج الشغل النظيف. أولاً التحضير. هاتي روس التوم، شيل القشرة الخارجية بس وارميها، وقشري لحد ما توصلي للفصوص. خلي بالك القشرة الداخلية ما تترميش، دي ليها شغل جامد جاية في الآخر. ثانياً التجهيز، السر الحقيقي. في الكبة حطي فصوص التوم بقشرتها الطرية، وضيفي لكل كيلو معلقة كبيرة ملح، 3 معالق زيت، 3 معالق خل، معلقة صغيرة سكر. الخلطة دي هي اللي بتحافظ عليه سنة كاملة وتخلي لونه أبيض زي التلج. ثالثاً الفرم. افرميه بقى خشن أو ناعم حسب استخدامك ومزاجك. رابعاً التعبئة والتخزين. عبيه في برطمانات نظيفة وناشفة واقفليها كويس جداً وحطيه في الفريزر. بلاش أكياس خالص علشان الريحة ما تغرقش الفريزر كله. وقت الاستخدام طلعي البرطمان وخدي منه على طول، مش هيتجمد ولا يتكتل، هيفضل طري وسهل بالمعلقة. المفاجأة بقى، القشر اللي سبناه حطيه في صينية ودخليه الفرن على نار هادية مع التقليب لحد ما يتحمر كويس. اطحنيه ونخليه وبقى عندك توم بودر طبيعي 100%، أحسن من أي جاهز. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.